Recording in progress. فمن سنة 2000 كده شركة سيسكو ابتدت تعمل موضوع الكورسز، وابتدت انها تنزل محتوى تعليمي. المهندس بعد ما يشتغل. عشان يشتغل ويشوف الناس. انت ما شفتش يعني مفيش. بس نعمل ميوت. فالمهندس بعد ما بيخلص المحتوى بتاعه بيبتدي اللي هو يقدر يشتغل يعمل كونفيجريشن للسويتشات والراوترات ويقدر يعمل شبكة كاملة. طب هل شركة سيسكو بس الموجودة في السوق؟ عندنا شركات تانية بتقدم كورسز زي شركة هواوي، او احنا بنطلع في مصر هواوي، وزي شركة جينيبر، برضو دي من الشركات المشهورة. وبرضو بيقدموا كورسات شبهها، شركة هواوي بتقدم كورس اتش سي ان اي، وشركة جينيبر بتقدم كورس جي سي ان اي. المحتوى شبه بعض ولكن في اختلافات بس في طريقة الكونفجريشن او الجي يو اي او الانترفيس يبقى مختلف بس، والاوامر تبقى مختلفة شوية. طب ليه ليه كورس سي سي ان اي اقوى؟ زي ما قلت من شوية، اللي انا عندي شركة سيسكو من اكتر الشركات اللي بتبيع في المجال كله، فبالتالي انت بنسبة كبيرة لما تيجي تنزل اي شركة هتلاقي سيسكو هو اللي موجود، فبالتالي هتحتاج الكورس بتاعه اقوى. تاني حاجة، المحتوى التعليمي نفسه اللي بتقدمه شركة سيسكو قوي جدا، يعني يقدر اللي هو يغنيك عن اي تريننج ممكن تاخده في اي مكان او في اي شركه، تقدر انت بعد ما تخلصه تشتغل على طول. فدي كده الاختصار، السي الاولانيه اللي هي في كورس سي سي ان اي. السي الثانيه اختصار سيرتيفايد. يعني ايه سيرتيفايد؟ المفروض ان انا بعد ما بخلص الكورس بتاعي اقدر ان انا اخش امتحان بتاع شركه سيسكو نفسها. لما اجي اخش الامتحان دوت ونجحت فيه، هاخد شهاده دوليه من شركه سيسكو اللي انا مهندس معتمد في مجال الشبكات بضمان شركه سيسكو. طب الامتحان ده اقدر اقدم عليه ازاي؟ بعد ما بتخلص الكورس الامتحان ده بيبقى فيه موقع، بيبقى اسمه بيرسون فيو. الموقع ده بتخش تقدم على الامتحان، احنا رقم الامتحان بتاعنا 200 301، وتبتدي تحجز المكان القريب ليك، وتبتدي تحجز الوقت المناسب معاك، وتبتدي تدخل الامتحان. الامتحان ده بعد ما بتخلصه وبتنجح بتاخد شهاده من سيسكو نفسها، اللي انت معتمد من شركه سيسكو في مجال الشبكات كمستوى انتري ليفل او فيس ليفل السي سي ان اي بس. طيب الامتحان دوت بيبقى اونلاين، يعني ممكن تمتحنه، يعني مش لازم، يعني مش ورقه وقلم. والامتحان بيبقى عباره عن ثلاث اشكال من الاسئله: ام سي كيو ودراج اند دروب. ام سي كيو دوت وفي لابات طبعا. ام سي كيو اللي هو بختار ما بين متعدد، وفي لابات. يعني ايه لابات؟ احنا المفروض الجزء بتاعنا او الكورس بتاعنا عملي، فالمفروض ان انت بيبقى فيه لاب بتبتدي تمتحن فيه، بتشوف اذا كنت هتعرف تعمل اللاب ده ولا لا. يعني نبتدي نشوف اذا كنا هتقدر توصل الراوتر ده بالسويتش ده، وتوصل السويتش ده بالسويتش ده، تقدر تعمل شبكه. كل الكلام ده هيبقى موجود في لاب هيمتحنك فيه، وتشوف انت بتعرف تشتغل الجزء العملي ولا لا. ال- الجزء الثالث دراج اند دروب. دراج اند دروب دوت المفروض المسؤول عنه او اللي شكله عامل ازاي زي التوصيل كده، لما اجي مثلا اوصل حاجه بحاجه، فده كده يعني زي التوصيل، بس هو مش توصيل. يعني هو بيبقى عندي زي شويه بلوكات كده جنب بعض، وابتدي انا ارتبهم، يعني البلوك الاولاني ده مع البلوك الرابع، فباجي اخد البلوك الرابع احطه فوق مع البلوك الاولاني، بحيث تبقى ده اجابه ده وده اجابه ده وده اجابه ده. فده كده الجزء بتاع الامتحان، او شكل الامتحان عامل ازاي. الامتحان بتاع سيسكو النجاح من 85%، والسكور بيبقى من 1000، يعني الدرجه بتاعتك بتطلع لك من 1000، لازم تجيب 850 من 1000 علشان تنجح في الامتحان بتاع سيسكو. الامتحان بيبقى في حدود 100 سؤال، وبعد ما بتخلص الامتحان وبتنجح بتاخد شهاده. الشهاده دي مدتها 3 سنين، بتبقى الفتره بتاعتك اللي انت معتمد، اللي انت بقالك 3 سنين، او حياتك تبقى معاك 3 سنين من ساعه وقت الامتحان لحد 3 سنين. يعني مثلا لو امتحاننا النهارده مثلا يوم 7 10 2025، هتبقى موجودة معاك لحد 6 10 2028. سوري، احنا 25 يبقى لحد 2028. طب بعد كده بعمل ايه؟ ببتدي بقى ممكن اجدد الامتحان تاني، او اجدد الشهاده تاني، تاخد 3 سنين كمان، او في ليفل اعلى بقى من السي سي ان اي اللي هو ليفل السي سي ان بي. ممكن بعد ما بتخلصوا السي سي ان اي تمتحن بقى السي سي ان بي او تاخد ليفل اعلى. الامتحان حاليا بيبقى سعره $300، ولو عايز تحجزه يعني بتتفق معايا او بنشوف كده هنحجزه ازاي، وبساعدك في حته حجز الامتحان دي. وبنساعدك برضه في حاجه اسمها الضمبات، هتكلم عليها دلوقتي ايه الضمبات دي. نشوف كده لو في حد عنده اي اسئله.
لو ما حدش بيجيب الامتحان 85%، بيعيد الامتحان، او في ممكن بتحجزي بمبلغ اعلى شويه، مش فاكر رقمه كام، ما اعرفش، $320 او $330 حاجه كده، ويبقى عندك ريتيك، يعني ينفع ان انت تاخدي الامتحان مره تانية لو ما حصلش نجاح. فدي برضو ممكن تبقى موجوده يعني. طيب عشان انجح في امتحان سيسكو المفروض ان انا ابقى مذاكر كويس ودارس الكورس كويس. تاني حاجه في الكورس بدي لك حاجه اسمها الضمبات. ايه الضمبات دوت؟ الضمب ده نموذج امتحان. يعني ايه نموذج امتحان؟ يعني انا دلوقتي لما اجي ادخل، سيسكو نفسها عامله زي بنك اسئله كده، عباره مثلا عن 1000 سؤال. 1000 سؤال دول مش هيخرج براهم الامتحان. فلما بتخلص الكورس وبتذاكرهم وبتحفظهم كويس، بتخش الامتحان وبتقدر ان انت تعدي بمنتهى السهوله، مفيش مشكله. حتى الاسئله بتيجي شبه اسئله الضمبات تقريبا بالرقم يعني. في الدائره لما بيبقى فيه اختلاف، حتى لو في اختلاف بيبقى سؤال او اتنين، ولما بيبقى فيه اختلاف بيبقى الاسئله سهله جدا ومباشره، مش محتاجه اي تفكير. ولكن في بعض الطلبه بيواجهوا صعوبه بس في حته اللي انت مثلا الامتحان او السؤال بيبقى بالانجليزي. الامتحان ما بيبقاش، او السؤال ما بيبقاش جاي مباشر، بيبقى جاي فيه قصه او حكايه. فالموضوع ده ممكن بيبقى عامل مشكله مع الطلبه في حته الامتحان. فشركه سيسكو نزلت موضوع الضمبات ده، تقدر ان انت قبل ما تخش الامتحان تذاكر. برضه موضوع الضمبات ده هيبقى متاح معانا ان شاء الله. بعد كل موضوع هنخلصه في الكورس هناخد اسئله الضمبات ونبتدي نحلها. فده برضه من الحته اللي احنا بنساعدك فيها في حته الكورس، بحيث ان انت لو عايز تمتحن الامتحان هيبقى الموضوع برضه سهل بالنسبه لك، مش هيبقى فيه اي صعوبه. ده كده الجزء بتاع السي التانية في كلمه سيسكو. الثلاث سنين الشهاده وضعها شنو؟ آه، يعني ايه؟ مش فاهم السؤال. يعني انت مثلا امتحنت النهارده 7 10 2025، لو بعد ما بتنجح بيجي لك الشهاده لحد 6 10 2028، ثلاث سنين. بعد كده لو انت عايز تكمل، بتمتحن في نفس المستوى. يعني بيبقى في مثلا ليفل جديد او في كورس جديد بتمتحنها تاني، وبتتجدد معاك كمان 3 سنين. او لو انت بقى بقيت اشطر في موضوع الشبكات وخدت كورس اعلى، احنا عندنا بعد سي سي ان اي في سي سي ان بي. لو درست السي سي ان بي ممكن بتاخد الشهاده الاعلى منها، فخلاص بيبقى معاك بعد ال3 سنين دي 3 سنين كمان بس في الليفل الاعلى. سعر الكورس ايه؟ لو اخد الكورس بس مش بمتحن يحصل ايه؟ مش هيشتغل. بص، هو ده سؤال من نورهان. بص، في شركات بتطلب ان انت تبقى سي سي ان اي سيرتيفايد، واماكن لا. فدي على حسب الشركه. بس هو بنسبه كبيره عشان سعر $300 دلوقتي بقى يعني غاليين علينا شويه. ففي شركات كتير جدا ما بتطلبهاش. وساعات لما انت بتدخلي الشركه هي اللي بتساعدك ان انت تاخدي الكورس. يعني ممكن تقول لك مش تاخدي الكورس، تخش الامتحان. يعني ممكن تقول لك تخشي بس الامتحان، والامتحان يبقى فور فري بس بشرط انك تنجحي. عشان هم بياخدوا خصم مثلا على الاجهزه بتاعت سيسكو، او بياخدوا خصم او فاوتشرز على لما يجي يشتروا اجهزه. فالشركه بتساعدك ان انت تخش الامتحان. لكن هل 100% مطلوب مني ابقى سيرتيفايد عشان اشتغل؟ لا، يعني 90% من المهندسين اللي شغالين مش سيرتيفايد سيسكو وشغالين عادي، مفيش مشكله يعني. سعر الكورس بص، التفاصيل بتاعت سعر الكورس ومواعيد الكلام دوت ممكن في الاخر خالص هسيب لكم رقم تتواصلوا معايا لو انتوا عايزين تتكلموا وتعرفوا التفاصيل. انا اخدت كورس سي سي ان اي تبعهم بس مش امتحنت. طيب معرفش انت خدتي الضمبات ولا لا. انا قبل ما امتحن لازم يكون معاكي الضمبات، فمش عارف بقى النقطه دي معاكي ولا مش معاكي. لا، لازم تاخدي الضمبات وتذاكريها كويس وبعد كده تمتحني، عشان من غير ضمبات الموضوع هيبقى صعب قوي عليك انك تنجحي. آه الان اختصار نتورك. فالان دي احنا المفروض طبعا الكورس بتاعنا كله هنتكلم عن نتوركينج. فاحنا عندنا النتورك احنا بنتكلم عليها يا اما وايرد يا اما وايرلس. وايرد اللي احنا نوصل بكابلات بين السويتش والراوتر. وايرلس اللي احنا نوصل وايرلس زي البيت عندك كده، انت فاتح الانترنت وايرلس. الجزء بتاع الوايرلس دوت مهم جدا دلوقتي، ومعظم الشركات شغاله وايرلس. عشان معظم الاجهزه اللي بتطلع دلوقتي بيبقى ما فيهاش كابلات. زي انت لو اشتريت لابتوب جديد ممكن ما تلاقيش اساسا البورت بتاع اللان، مفيش مكان. فبالتالي التوصيل كله وايرلس. فالجزء بتاع سيسكو في عندنا 4 شابترز موجودين في الجزء بتاع سيسكو بتتعلم فيه الوايرلس كوميونيكيشن بالظبط. يعني مش لازم تبقى مهندس كوميونيكيشن عشان تبقى بتعرف تشتغل وايرلس. لا، هندرس الوايرلس كوميونيكيشن من اول الترددات والفريكونسي والسبيكترم
وايه الفرق ما بين 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز، يعني ايه اكسس بوينت، ويعني ايه اس اس اي دي. كل الكلام ده هندرسه في الكورس بالتفاصيل، وهتبقى عندك معلومات عنه كويسه جدا، تقدر انت تشتغل في الموضوع دوت في اي وايرلس نتورك بعد كده. الايه الاخيره دي اختصار كلمه اسوشيشن او اسوشيت، يعني مبتدئ، انت لسه بتبتدي في الجزء اللي هو الخاص بالشبكات، يعني انا لسه في البدايه خالص، بتدرس بس الاساسيات. لو انت حابب تكمل بتبتدي تكمل في التراك بتاع سيسكو، ده هنتكلم عليه كمان شويه. لو انت عايز تتعمق في الجزء بتاع سيسكو ممكن ناخد كورسز ايه بالظبط. ده كده الجزء الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ايه كلمه سي سي ان اي. لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتب السؤال وهرد عليكم دلوقتي. طب لو ايه محتاج تشغي الشهاده دي في ال3 سنين دي خالص، يبقى انا مش فاهم السؤال. لو ما حاجه للشهاده في ال3 سنين دي خالص، يبقى زي اللي ما عملتوش، صح؟ مش فاهم السؤال. السؤال الشهاده اللي مدتها 3 سنين. ايوه، ايه بقى السؤال اللي على الشاشه اللي مدتها 3 سنين مالها بقى؟ بعد ال3 سنين يبقى زي ما عملش الكورس ده؟ لا طبعا، انت بتقدم اللي انت كنت سيرتيفايد سيسكو، بس انت ما عملتش ابديت، فاكيد انت عندك المعلومات عن الكورس بس. اكيد اللي ما خدش الكورس خالص مش زي اللي هو خد الكورس والشهاده بتاعته اكسبايرد، فانت ممكن بعد كده تكمل تاخد الليفل اللي اعلى. طيب بصوا في الكورس بقى احنا بنشتغله ازاي، او انا بشتغله ازاي. انت يهمك في الكورس من خلال يعني تجربتي، يعني او خبرتي في دراسه او تدريس الكورس. انت عاوز في الجزء النظري حاجتين، يا اما انت عايز تخش الامتحان وتنجح، فانا جزء الضمبات دوت هنشتغله معانا في الكورس. يعني انت هنخلص مثلا الشابتر الاولاني الخاص بالانترودكشن، هدي لك اسئله الضمبات ونحلها مع بعض، ونشوف ايه المشاكل اللي فيها في اسئله الضمبات. الجزء التاني لو انت بتشتغل او انت عايز تشتغل وعايز تخش اي انترفيو، فطبعا اي انترفيو هيبقى في الجزئيه اللي هي النظري دي، يعني هيسالك مثلا ايه الفرق بين الراوتر والسويتش، ايه الفرق بين الاي بي والماك، ايه الفرق ما بين بروتوكول وبروتوكول. فالجزئيه دي احنا بنركز عليها كويس جدا، ودايما بقول لك الاجزاء المهمه، يعني مثلا اقول لك ركز لي على الفرق ما بين كذا وكذا، عشان دي نقطه اساسيه لازم تبقى عارفها في اي انترفيو. وفي اجزاء بتبقى مش مهمه قوي، تبقى تخصصيه قوي، بيبقى صعب انك تتسال فيها. فدي احنا بنركز عليها قوي في الكورس، اللي انت في الجزء النظري ده يبقى مساتسفاي حاجتين، ان انت عايز تخش الامتحان تبقى معاك اسئله الامتحان، ولو عندك انترفيو بتبقى بنقول لك اهم الاسئله. يعني مثلا هو الكورس كله عباره عن 30 نقطه بنتكلم فيهم، اكيد مش ال 30 نقطه مهمين بالنسبه لك لو انت لسه هتخش في مجال الشبكات. في عندنا 10 نقط مهمين لازم تبقى مذاكرهم ومركز عليهم كويس قوي. تقدر تذاكر ال 30 مفيش مشكله طبعا، هيبقى احسن، بس في 10 نقط اساسيه هتتسال فيهم ولازم تبقى عارفهم بشكل كويس قوي. دول بنركز عليهم وبنعمل عليهم فوكس، بحيث اللي هم يبقوا عندك مفاهيمهم بشكل كويس جدا يعني. بالنسبه للجزء البراكتيكال، احنا بنشتغل على برنامج سيميوليشن اسمه سيسكو باكيت تريسر. بنشتغل عليه في الاول بس لحد ما ايدك تبتدي تاخد على الكونفجريشن وشكل الكونفجريشن والسويتش والراوتر وكل الكلام دوت. وبعد كده بنبتدي نشتغل على سويتش راوتر حقيقيين، بيبقى في لاب موجوده عندنا بنبتدي نشتغل فيه، بنجيب سويتش راوتر حقيقيين نبتدي نشتغل عليهم. هوريكم بس كده سامبل من الحاجه اللي عندنا. دول بس حاجتين كده صغيرين عشان هما ده مش اللاب اللي احنا بنشتغل ايه. ده عندنا راوتر، ده راوتر سيسكو اهو، ده بنشتغل عليه الجزء العملي اهو. ماشي، بس احنا في الاول بنبتدي نشتغل على البرنامج الباكيت تريسر لحد بس ما ايدك بتشتغل عليه وتبتدي تمشي في الكونفيجريشن وتبقى شاطر فيها وما عندكش اي مشاكل في الاساسيات. وبعد كده بنشتغل على السويتشات والراوترات اللي موجوده عندنا بشكل عملي، لحد ما تبقى انت تقدر في اي بيئه عمل، اذا كنت شغال بقى على برنامج زي سيسكو باكيت تريسر تقدر تشتغل عليه.
عشان مش كل الناس بتشتغل هاردوير، في ناس بتشتغل من البيت، في ناس بتشتغل على برنامج، في ناس بتشتغل في برنامج سيميليشن خاص بسيسكو. فده شبه باكيت تريسر. وفي ناس بتشتغل في الفيلد نفسه، يعني بيبقى قدامه السويتش والراوتر، فيبقى عايز يعرف ازاي يعني يتعامل مع سويتش وراوتر. نبتدي نعرف ازاي بنوصل الكابلات، وايه الفرق بين البورتات والسرعات. كل الكلام ده نبتدي نعرفه بالتفصيل، وبنبتدي نشتغل عليه عملي، بحيث ان احنا الجزء اللي هو الخاص بالكونفجريشن يبقى سهل معاك في حته باكيت تريسر، والجزء العملي اللي هو السويتش والراوتر نفسهم انت عشان توصلهم وتشتغل عليهم بشكل عملي برضه بنبقى غطينا النقطه دي بشكل كويس جدا في الاخر بتاع الكورس. الجزء العملي بقى انا بشتغله ازاي؟ احنا المفروض في الجزء العملي بيبقى فيه في السيشن بنشتغل شغل عملي. اوريكم كده مثال من الشغل اللي احنا بنشتغله في الجزء العملي مع الطلبه بتوعنا. طبعا البرامج اللي احنا بنشتغل عليها دي بتاخدها طبعا، بتنزلها. ده مثلا شكل لاب احنا بنشتغله في الكورس. اللاب دوت احنا بيبقى جاهز معانا، ببعته لك على الواتساب، بتبتدي تنزله وتشتغل معايا في السيشن. نبتدي نتعلم ازاي نوصل الراوتر براوتر، الراوتر بالسويتش، كل الكلام ده نبتدي نشتغل عليه في السيشن. طيب وتشتغلوا معايا وبشتغل معاك واحده واحده لحد ما بتبتدي تعمل اللاب بشكل كويس. بعد كده وانا بتروح البيت بيبقى فيه تاسك. ايه التاسك دوت؟ زي واجب كده، هوم ورك بتبتدي تعمله. فمثلا اللاب دوت بيبقى عندنا ليه تاسك. مثلا ده اللاب ده اهو، في عندنا تاسك حاجه زي كده مثلا، حاجه زي كده. ده المفروض، عشان بس نخلي الصوره اوضح شويه. ده المفروض اللي هي مدرسه ليها اربع فروع: فرع في انجلترا، وفرع في القاهره، وفرع في اسكندريه، وفرع في الجيزه. فاحنا عاوزين نربط الاربع فروع دول مع بعض. ده بيبقى تاسك بتاخده في البيت وتبتدي تشتغل عليه بايديك، وبعد كده بترجع لي بنبتدي نصححه مع بعض، او نشوف ايه اللي واقف معاك، او ايه الحاجه اللي انت ما عرفتش تعملها، وبنمشي مع بعض واحده واحده. عندنا برضو ميزه في موضوع التاسكات. يعني احنا دلوقتي مثلا في التاسك خدنا موضوع اسمه مثلا موضوع اسمه الاي بي. بعد كده خدنا موضوع اسمه الماك. فالتاسك اللي هتبقى على الماك، التاسك التانية دي هيبقى الاي بي مع الماك. طب احنا خدنا تاسك تالتة على حاجة اسمها مثلا مثلا اي حاجة مثلا اسمها لابتوب. فاحنا التاسك بتاعت اللابتوب هتبقى الاي بي والماك واللابتوب. فهي التاسكات بتبقى ورا بعض، يعني انت بتتدرب على الموضوع مره واثنين وثلاثه واربعه طول ما انت شغال، بتطبق الحاجات القديمه مع الحاجات الجديده عشان نضمن ان انت دايما ايدك شغاله في الحاجه وما تنساهاش. يبقى الموضوع اكيوميليتيف كده لحد ما ناخد تاسك في الاخر. هوريكم كده واحده من التاسكات اللي احنا بنعملها في الفاينل او في الاخر في اخر الكورس خالص. بيبقى فيها بقى جزء السكيورتي، بيبقى فيها جزء الوايرلس، فيها جزء الاوتوميشن، فيها جزء الراوتينج، جزء السويتشنج، جزء الفي بي ان، جزء كل حاجه ممكن ناخدها هنتكلم فيها. ده برضو مثال اهو لشبكه. الشبكه دي فيها اجهزه لابتوب كده داخله وايرلس، فيها كابلات، فيها سويتشات، فيها راوترات، فيها سيرفرات، فيها كل حاجه، فيها اقسام. فيها قسم بتاع الانترنت، وفيها قسم الكنترول والبوليسي، في قسم الخاص بالداتابيز، في فرع القاهره، في فرع هنا مثلا هنا كاتب ايه فرع اسكندريه. بنعمل كل حاجه في سيرفر زي سيرفر اليوتيوب، في شبكه انترنت. فنبتدي نعمل كل حاجه. اللاب ده بيجيب من اول الكورس لحد اخره، بحيث ان انت بتطبق اكنها شركه بتعمل لها ديزاين من الاول خالص، من الصفر لحد ما تبقى شغاله باعلى مستوى موجود. فطبعا احنا بيبقى معانا حاجات زي كده كتير بتتدرب عليها. نبتدي برضو لو انت عندك اي سؤال بنجاوبك عليه، ونبتدي ان احنا نمشي مع بعض خطوه خطوه. بس طبعا الموضوع ده مستوى كده في الاخر، يعني ده اخر حاجه ممكن نتكلم فيها. طبعا بنمشي مع بعض خطوه بخطوه، نبتدي ناخد موضوع موضوع لحد ما نوصل للمستوى ده. فاحنا عندنا، عشان ارجع تاني في النقطه اللي بتكلم فيها،
في الجزء العملي بيبقى فيه عندنا في السيشن بشرح معاك حاجه، وبتاخد تاسك في البيت. التاسكات دي بيبقى في منها نوعين، في منها نوع بنسميه ديزاين، وفي منها نوع بنسميه ترابل شوتنج. الديزاين دوت اللي انا بمسك الشبكه من الصفر، يعني الراوتر السويتش ما فيهمش اي كونفجريشن، وابتدي اشتغل عليه كانها شبكه مش موجوده خالص، وابتدي اعمل الشبكه من الصفر. الترابل شوتنج شبكه موجوده وقائمه بس فيها مشاكل، فاحنا نبتدي نتعلم ازاي نحدد المشكله ونبتدي نحلها في اسرع وقت ممكن، لان في شركات وفي بيزنس ما بيستحملش ان الشبكه تقع، يعني لازم يكون ليها بديل، لازم يكون لها باك اب، لازم يكون ليها آه، بديل. يعني ما ينفعش السويتش يقع، لازم يكون في سويتش مكانه يشيل البيزنس دوت، او يشيل الترافيك ده، او يشيل الداتا دي. فده كله برضه بنتعلمه في الكورس، وبنعمل بدل التاسك واحد واثنين وثلاثه على حسب انت قدرتك بقى تقدر تعمل كام تاسك. كل ما تبقى عندك قدره او ان انت تقدر تاسكات اكتر، برضه هنشتغل مع بعض على قد ما نقدر، عشان هو الكورس اساسا كورس تدريبي، كل ما تشتغل اكتر كل ما يبقى الموضوع فيه افاده اكتر. فده كده الجزء النظري والجزء العملي، وبنشتغل الكورس مع بعض ازاي. عشان بس لو حد عنده اي سؤال في حته السيسكو باكيت تريسر اشمعنى بختاره، وفي برامج كتير طبعا نشتغلها، بس هو فكره السيسكو باكيت تريسر بيسبورت كل المواضيع اللي موجوده في السي سي ان اي، مفيش حاجه يقدر ما يشغلهاش في السي سي ان اي. وميزه الباكيت تريسر هو معتمد من سيسكو اساسا، فانت لو دخلت الامتحان بتاع السي سي ان اي هتلاقيه هو نفس السيميوليشن ونفس الشكل وكل حاجه. وكمان الجزئيه بتاع الديسك باكيت تريسر برنامج سهل وخفيف، وتقدر ان انت تشغله على اي لابتوب، يعني اللابتوب او البي سي بتاعك مهما كان ضعيف او قديم، لا الباكيت تريسر يشتغل معاك. في برامج طبعا بنشتغلها بس في كورسز اعلى زي السي سي ان بي، اسمه جي ان اس 3. طبعا جي ان اس 3 هو تقيل شويه، لان احنا بننزل راوتر حقيقي على الجهاز، فبالتالي بيبقى تقيل شويه، فانا ما اضمنش كل الطلبه اللي معاهم اللابتوب القوي بالشكل ده. وكمان سيسكو باكيت تريسر يقدر يشغل كل المواضيع بتاعت السي سي ان اي بشكل ممتاز يعني. بس دي كده الجزئيه بتاعت النقطه دي. عاوزين ناخد اسئله كده لو حد عنده اي سؤال، عشان هندخل على نقطه تانية. مده الكورس بتبقى 16 سيشن 17 سيشن على حسب الجروب، بس يعني احنا بنتكلم في شهرين. آه، هل السي سي ان اي ادمت؟ لا، السي سي ان اي احنا في عندنا هتكلم عليها، احنا عندنا في ابديت جديد اسمه فيرجن 1.1، احنا عندنا في شابتر اي اي هتكلم عليه. مدة الكورس اتكلمنا عليها قلنا شهرين. حد عنده اي سؤال تاني قبل ما اخش في نقطة تانية؟ تمام اوكي. طيب ايه محتوى الكورس بتاعنا؟ احنا عندنا في ست مواضيع اساسية بنتكلم فيها في الكورس. عندنا اول حاجة انترودكشن للنتوركينج. ايه انترودكشن للنتوركينج؟ بنتعلم حاجات اساسية كده. انا هحاول برضه اجيب لكم المواضيع عشان لو حد عنده اي خلفيه عن الموضوع يبقى عارف برضه احنا بنتكلم في ايه. هوريكم برضه الشغل من كورس يعني اشتغل قبل كده. أم، الجزء الخاص بالانترودكشن بنتكلم على الانترودكشن طبعا، بارت 1 بارت 2. بنتكلم يعني ايه بقى مثلا انواع الشبكات لان ومان وبان ووان. بنتكلم عن انواع الكابلات، اذا كان فايبر او اذا كان نحاس، اذا كان كو اكسيال او اس تي بي او يو تي بي. بعد كده بنتكلم على النتورك نفسها. ازاي بنبتدي نوصل جهازين مع بعض، بنعرف يعني ايه اي بي، يعني ايه ماك، يعني ايه بورت نمبر، يعني ايه تي سي بي، يعني ايه يو دي بي. نعرف الاوامر الاساسيه اللي هي بتاعت الترابل شوتنج، اللي هو البنج مثلا لو عايز اعمل تيست ما بين جهازين، بنج داش تي، اي بي كونفج. الماك بعرفه ازاي. يبقى في شويه اساسيات كده لازم تبقى عارفها في الجزئيه بتاعت النتورك، ده كلها في الانترودكشن. وبعد كده بناخد حاجه اسمها سبنيتنج. سبنيتنج دوت لو انا عندي شبكه كبيره ازاي اقدر اطلع منها شبكات صغيره. وبناخد العكس بقى، حاجه اسمها سمرايزيشن، انا عندي شبكات صغيره ازاي اطلع منها شبكه كبيره. فده برضو من المواضيع الاساسيه اللي بنتعلمها، والمواضيع دي مهمه جدا دايما بتبقى موجوده في الشركات، فاحنا بنركز عليها ويبقى فيها امثله كتير وفيها تعامل كتير. وخد بالك برضو انا كل موضوع بخلصه بيبقى عندي فيه الاسئله الضمبطه اهي، يعني مثلا جزء الانترودكشن لما بتدخل على الاسئله بتاعت
بتاعت كل موضوع بتلاقي هنا شويه الاسئله. بس طبعا هنا عشان دي الفورم دي انا مش مسجل فيها. بتكتب بياناتك وبتكتب حاجتك وبعد كده تخش بتلاقي الاسئله بتاعتك. ممكن نملى كده اي حاجه. اوريكم بس الشكل عامل ازاي. اهو مثلا بيقول لك دي الاسئله. تبتدي تختار بقى الاسئله بالشكل ده كده، بالمنظر ده. تبتدي تحل. اختار مثلا كده. بس وبعد ما بتخلص خالص بتعمل ايه؟ سبميت. بتخلص سبميت بيجيب لك اجابات الاسئله. ماشي، على كل موضوع بناخده في الكورس بنبتدي نحل عليه الاسئله كده. تمام. نكمل كده ايه المحتوى بتاعنا. فعندنا سبنيتنج، وعندنا بقى الجزء العملي التلنت والستاتيك راوتنج والاو اس بي اف. عندنا كل الكلام ده بقى في الجزء الادفانسد. احنا عندنا ده كده الانترودكشن. ازاي بقى اقدر اعمل اكسس على النتورك، ازاي اقدر ادخل على النتورك. ممكن بنستخدم حاجه اسمها راوتنج. وفي الراوتنج بناخد مواضيع كتير قوي. يعني في الراوتنج بناخد حاجه اسمها ستاتيك راوتنج، وبناخد حاجه اسمها الاو اس بي اف. وكمان بنخش على الجزء بتاع الاي بي فيرجن 6. بنبتدي نتعلم يعني ايه اي بي فيرجن 6 وازاي بنعمل له ستاتيك راوتنج. فده كله بنتعلمه. زائد بناخد جزء خاص بالسويتشنج. طبعا جزء السويتشنج من الاجزاء المهمه جدا في كل الشركات. بنتعلم يعني ايه سويتشنج، بنتعلم يعني ايه في لان، بنتعلم يعني ايه اس تي بي، بنتعلم يعني ايه اس في اي. كل الحاجات دي اساسيه بنتعلمها. بعد كده بناخد شويه بروتوكولز خاصه بالاي بي. يعني انا دلوقتي لو انا عرفت اشغل الشبكه دي بقى انا عايز اعرف هي كويسه ولا لا. فعندي موضوع مهم جدا اسمه كيو اس. ايه الكيو اس دوت؟ الكواليتي اوف السيرفيسز. هل الشبكه دي شغاله بكواليتي كويسه، بجوده كويسه ولا لا؟ فابتدي اشوف مثلا بروتوكولز زي حاجه اسمها السيس لوج. السيس لوج دوت مثال بسيط عليه. انا بشوف اليوزر ده دخل امتى على السيستم بتاعي وعمل ايه. طيب حاجه بروتوكول اسمه الاس ان ام بي. البروتوكول ده برضو بيقول لي اليوزر دخل عمل ايه وما دخلش على ايه، طب دخل امتى، استخدم ايه. فكل الحاجات دي لمراقبه الشبكه، وابتدي اعرف اذا كان اليوزر اساسا كونكتد على النتورك ولا لا. طب لو كونكتد بيعمل ايه، طب لو عايز اقفل عليه حاجه، عايز امنع عنه حاجه. كل الكلام ده بيبقى خاص بالجزئيتين دول. طبعا عندنا في سمستر كامل قوي جدا اسمه السكيورتي. طبعا مفيش كورس او مفيش حاجه خاصه بالنتورك او الاي تي او مجال الشبكات عموما بشكل عام لازم تعرف ازاي تسكيور النتورك بتاعتك. فالجزء ده بيتقسم عندنا لنقطتين. النقطه الاولى اللي احنا بنتكلم فيها ازاي اعرف انواع الاتاك. انواع الاتاك بقى يعني الهاكر ده بيدخل بيعمل ايه. فعندي اشهر انواع الاتاكس مثلا زي الرانسوم وير مثلا. ايه انواع الفيروسات، ازاي هو بيعمل اتاك. في عندنا حاجه اسمها السبوفنج. ماشي، في عندنا مواضيع كتير قوي هنتكلم عليها في جزء الاتاك. بعد كده الجزء الثاني او الشابتر الثاني او الجزئيه الثانيه ازاي نعمل ديفensive، يعني ازاي نعمل دفاع بقى. ما انا ممكن استخدم حاجه زي الفاير وول، ممكن استخدم حاجه زي البروكسي سيرفر، ممكن استخدم حاجه زي الفي بي ان. برضه في عندنا موضوع الفي بي ان موضوع لوحده، بس طبعا احنا بناخد البيزكس بس. عشان موضوع الفي بي ان دوت كبير جدا. انت لو عايز تكمل في الجزئيه دي تبتدي تاخد ليفلز اعلى وبتاخد في بي ان موضوع اكبر شويه. وفي عندنا جزئيه من الاجزاء برضه المهمه او الجديده حاجه اسمها الاوتوميشن وحته اسمها البروجرامابيلتي. يعني ايه اوتوميشن؟ دلوقتي لو انا عندي شبكه كبيره فيها 100 راوتر، فكنا زمان بندخل على راوتر ونبتدي نعمل كونفيجريشن على ال 100 راوتر. دلوقتي انا بقول لك في اوبشن اللي انا ممكن اخلي ال 100 راوتر دول اقسمهم عشرات 10، واروح جايب جهاز اسمه كنترولر. بيعمل ايه بقى الكنترولر ده؟ الكنترولر ده يقدر تدخل من عليه تبتدي تعمل كونفيجريشن لل 10 دول مره واحده، اكني شايفهم قدامي كده كجي يو اي. ادخل على الراوتر ده اقول له اعمل كذا، ادخل على الراوتر ده اعمل كذا. الموضوع هيبقى اسهل في الكونفيجريشن، فبيسهل عليا خطوات كتير قوي لو انا عندي الشبكه بتاعتي كبيره. وبيسهل عليا بعد كده بعد الديزاين في الترابل شوتنج. يعني بدل ما ادخل اعمل ترابل شوتنج بايديا واعمل خطوه خطوه، لا هو ممكن يقول لي الايرور في الحته الفلانيه، الايرور في الحاجه الجزئيه دي، الايرور كذا على طول. يوفر عليا حاجات كتير قوي. فالشابتر ده مهم جدا من الشابترز الكويسه اللي احنا نقدر نتكلم عليها بالتفاصيل. الشغل بتاعها برضو قدام هيبقى موجود كتير جدا. كل الشركات عاجلا ام اجلا هتخش في تراك الاوتوميشن عشان هو بيسهل عليها شغل كتير قوي.
والجزء ده بيبقى فيه شويه بروجرامنج كده بسيطه، مش بنعمل بروجرامنج خالص، احنا بس بنشرح الكونفجريشن اللي احنا عملناها على السويتش والراوتر ازاي ممكن يتعمل لها بروجرامنج، انت ما بتعملش بروجرامنج خالص. فدي كده المواضيع الاساسيه اللي احنا بنتطرق ليها في الجزء ده. طبعا عندنا في الابديت الجديد اللي هو 200 301 فيرجن 1.1 في شابتر خاص بالاي اي، هو مش شابتر كبير، هو شابتر صغير، ولكن بنتكلم عليه برضه بالتفاصيل. في عندنا شويه مواضيع برضه مهمه برضه بنتكلم عليها، زي الكلاود. يعني في شابتر الكلاود بنتكلم فيها، ممكن بنعرف ايه الاي اي اي اس، البي اي اي اس، كل التفاصيل الخاصه بالكلاود، انواع الكلاود، برايفت وبابليك، ايه الفرق بينهم وبين بعض، ايه ميزه الكلاود عن الداتا سنتر او الكلام دوت. بنبتدي نعرف الاساسيات بتاعه الكلاود والاساسيات بتاعه الكيو اس او الكواليتي اوف سيرفيسز. عندنا شابتر الاي اي، شابتر الاوتوميشن، شابتر وايرلس، شابتر سكيورتي، وفي الاخر بناخد الضمبات اهي بتبقى موجوده، بتبتدي ناخدها في الاخر خالص. طبعا احنا كده كده بنحلها وزن الكورس مع بعض. بناخد طبعا تاسكات كتيره بتقدر تشتغلها، لو انت تقدر تشتغل على قد ما تقدر، وكل ما تشتغل اكتر هيكون الموضوع بالنسبه لك احسن كتريننج يعني، وانت بتشغل ايديك اكتر. ده كده المحتوى بتاع الكورس، او المواضيع المهمه في الكورس. ممكن ناخد اسئله كده قبل ما نخش في النقطه الثانيه. يعني ايه مفيش شهادات مجانيه؟ يعني ايه شهاده مجانيه؟ مش فاهم. اقدر اشتغل ايه لو معايا سي سي ان اي؟ سي سي ان اي لوحده مش كفايه، يعني لازم تكمل في تراك. آه، يعني سي سي ان اي دلوقتي لوحدها مش كفايه، لازم تقرر بعد كده هتمشي في انهي تراك. هتمشي مثلا في تراك الاي تي، هتمشي في تراك الكلاود، تراك النتورك. لو انت في تراك النتورك مثلا لازم على الاقل معاك سي سي ان بي. فسي سي ان اي لوحدها مش كفايه، هي دي بس بدايه لمجالات كتير قوي لازم تبتدي بيها، وبعد كده تبتدي تقرر هتختار انهي مجال، وبعد كده بنبقى بنشوف هنكمل في ايه. زمان كان السي سي ان اي ممكن تشغلك عادي نتورك ادمنستريتور عشان حجم الشبكات كان قليل كتير قوي. دلوقتي حجم الشبكات كبيره جدا، فبالتالي سي سي ان اي مش كفايه، يعني مستوى السي سي ان اي ما بقاش كفايه دلوقتي. اي شركه عندها في بي ان، فلازم تبقى عارف في بي ان بتشغلها ازاي. لو سمحت، هي المحاضره دي نفس المحاضره بتاعت يوم الاحد؟ انا مش عارف ايه المحاضره بتاعت يوم الاحد الصراحه. معايا سي سي ان بي وسي سي ان اي، وبعرف اكون شبكه كامله لحد ما اقدر اخلي الاجهزه تطلع انترنت. محتاج تدريب عملي. ما هو طب يعني ازاي معاك سي سي ان اي وسي سي ان بي وبتعرف تطلع انترنت؟ محتاج يعني ايه تدريب عملي؟ عشان سواء السويتشات والراوترات حقيقيه يعني. ما انت لو ما يعني لو انت بتعرف تعمل الكلام ده، طب انت عملته على برامج ايه او عملته على ايه؟ انا السؤال برضو مش واضح يعني. انا مستني الاسئله قبل ما اخش في نقطه تانيه. نفذت شبكه كامله على الباكيت تريسر. تمام. الجزء العملي احنا بنعمله في الكورس على السويتش والراوتر الحقيقيين، بس ده بعد ما بناخد المواضيع كلها. يعني ما بقعدش على الراوتر والسويتش ابتدي اجرب، لا لا لا، احنا بنخليها في اخر الكورس خالص، تكون انت اشتغلت ايدك على الباكيت تريسر كتير جدا، وبعد كده بتشتغل على السويتش راوتر الحقيقيين في اخر سيشن كده او اخر تو سيشنز. اللي هو نعرف الكورس هو ايه ونفس الكلام. اه تقريبا انت لو قصدك على السيشن اللي انا شرحتها اول سيشن، تقريبا انا شرحت برضو حته بسيطه كده بس سهله. يعني انا برضو هتطرق للحته دي، اللي انا السيشنز كلها ريكوردد، يعني الجزئيه اللي انا شرحتها دي انت لما بتحجز معانا الحته دي ممكن بتلاقيها ريكوردد في السيشن، ممكن تسمعها وتكمل معانا عادي. هي كده كده جزئيه مش كبيره، هي كانت نص ساعه بس فوق اللي انا هشرحه النهارده. مكونه من 35 جهاز وثلاثه سويتش وراوتر وكلاود. 35 جهاز دي مش حاجه، وثلاث سويتشات دي برضو مش حاجه، وراوتر، الحاجات دي صغيره جدا، مش مستوى سي سي ام بي اصلا. انا يعني ممكن تقول لي ايه المواضيع اللي انت درستها، ممكن اقول لك اذا كان ده ليفل كويس ولا لا يعني. انا فاكر ان الفري سيشن غير 16 مش قاعده.
طيب ممكن نتكلم على التراكس بتاعت سيسكو والمجال عامل ازاي. ماشي، ما هي الاجهزه بتوصل بعضها ازاي؟ يعني بتوصل بعضها باو اس بي اف، اي اي جي ار بي، بي جي بي. طب السويتشات بتوصلها ازاي؟ في لانز بتوصلها بايه؟ ايثر تشانل. مواضيع كبير قوي، كتير قوي. استخدمت البي جي بي ولا لا؟ فمش هو التوصيل مش موضوع توصيله بس، انا ممكن اجيب شبكه فيها سويتشات فيه 120 جهاز والموضوع اتوصل من غير ما اعمل اي حاجه. فلا، لازم نعرف بتوصلهم ازاي وعملت عليهم سكيورتي ولا لا. طيب ما هو استخدمت كل حاجه ما عدا البي جي بي، ما البي جي بي ده اساس السي سي ان بي اصلا، يبقى ازاي معاك سي سي ان بي؟ طيب في حته التراكس بتاعت سيسكو. احنا دلوقتي في الكورس بتاع السي سي ان اي. ده كورس يعني اساسي، يعني لازم ان انت تشتغل بيه او لازم ان انت تدرسه. فده اساسي. بعد ما بندرسه بيبقى عندنا الليفل الاعلى منه بقى، لو انت عايز تكمل في مجال النتورك في الجزء الخاص بسيسكو بتاخد ليفل اسمه سبيشاليست. ليفل سبيشاليست ده الامتحان بتاعه اسمه كور. طيب انا دلوقتي عندي كام تراك في الجزئيه دي؟ في عندي حاجه اسمها انتربرايز، حاجه اسمها سكيورتي، حاجه اسمها سيرفيس بروفايدر، حاجه اسمها كولابريشن، حاجه اسمها داتا سنتر. طيب فاحنا عايزين نعرف السكيورتي. يعني ايه سكيورتي؟ المفروض دلوقتي انت بعد ما تخلص كورس سي سي ان اي انت بتبقى عارف السويتشات والراوترات بتشتغل ازاي. وبناخد جزء سكيورتي، ولكن بناخده بشكل بسيط. انت بقى لما تيجي عايز تتخصص في مجال السكيورتي بتاخد سكيورتي ده بشكل مفصل، بشكل معمق اكتر. وتبتدي تعرف يعني ايه سكيورتي، ازاي ممكن اعمل باسورد قويه شويه، ازاي اخفي الباسورد، ازاي لما حد يجي يدخل على النتورك يكتب يوزر نيم وباسورد. مش اي حد يدخل، ولو حد دخل على النتورك مسموح له ايه، مثلا ممكن يدخل على مواقع معينه او مواقع لا. مسموح له يدخل على سيرفرات معينه وسيرفرات لا. فكل الكلام ده بتتعلمه في جزء السكيورتي الخاص بالتراك بتاع سيسكو. ده الجزء بتاع السكيورتي. في جزء تاني خاص بالكولابريشن. الكولابريشن دوت معناه فويس كوميونيكيشن. طب فويس زي ايه؟ لو انت رحت بنك او رحت اي حاجه او منظمه كبيره او شركه كبيره شويه، هتلاقي اللي هم عندهم الجهاز ده اللي هو التليفون ده. ده تليفون بتاع سيسكو. التليفون دوت فيه ميزه، اللي هو لما انت تيجي عاوز تكلم حد بدل ما ابعت له ميل او ابعت له اي حاجه، ممكن ارفع التليفون كده واتصل بالشخص ده. وبعد ما اتصل بيه اقول له مثلا عايز واحد اتنين تلاته اربعه. فالجهاز ده موجود في الشركات الكبيره واستخدامه كتير كمان. فاحنا في الجزء بتاع الكولابريشن ده نبتدي نتعلم ازاي بنعمل له كونفجريشن او اعدادات، وازاي بعمل له انستول وسيت اب، وازاي يدخل معايا في الشبكه، وازاي اخلي الناس تستخدمه. فالجزء ده مهم جدا وحلو. كتراك برضو لو انت مهندس اتصالات برضو هيبقى قوي معاك ويبقى ممتاز. فكل الموضوع برضو ده الكولابريشن. طيب الداتا سنتر. الداتا سنتر زي ما احنا عارفين هي هو مركز تخزين بيانات. فاحنا في الجزء ده بنتعلم يعني ايه سيرفر، وازاي الداتا بتتخزن جوه داتا سنتر. بعد كده بنبتدي نتعلم ازاي نربط الداتا سنتر مع بعض. طب ايه اهمية الجزء دوت بقى؟ ركز معايا كده عشان الموضوع ده مهم جدا وابتدى يعني يزيد في الآونة الأخيرة، لأن الداتا سنترز دلوقتي بقت موجودة بشكل كبير. دلوقتي احنا فكرة الداتا سنتر اللي هو مكان تخزيني، يعني بخزن فيه البيانات، الداتا. بيانات زي ايه مثلا؟ هقول لك مثال. انا عندي موقع زي اليوتيوب او تيك توك او انستجرام او اي حاجه، بيتخزن جواه الفيديوز بتاعتك. ماشي. فانا دلوقتي بخزن مثلا ولو يكن مليون فيديو بير سكند. كل ده بيتخزن عندي. طيب هل الداتا سنتر دي جواها فيديوهات بس؟ لا، فيها الداتا اللي هي الانفو بتاعت اليوزر، اللي هو مثلا ايه، الايميل بتاعك، الباسورد مثلا. لو انت مثلا شغال يوتيوبر فيبقى عندك اكونت في مثلا اللي هي الحاجات الخاصه بالبانكينج. بتدفع، بتاخد فلوس، بتدفع فلوس، بتعمل اعلانات. كل الكلام ده على اليوتيوب. الكلام ده كله بيتخزن فين؟ جوه الداتا سنتر. فاكيد اليوتيوب ما عندهمش داتا سنتر واحد، عندهم داتا سنتر على مستوى العالم. عندهم مثلا في امريكا، وعندهم مثلا في الهند، وعندهم مثلا في استراليا.
انا بدي كلها امثله مش امثله حقيقيه. فاحنا دلوقتي عاوزين في الجزئيه دي نتعلم ازاي نربط الداتا سنترز دول مع بعض. فانت دورك، بغض النظر عن الداتا سنتر، انت دورك ربط الناس دي مع بعض. فتخيل كده اللي انت الداتا بيس او الداتا سنتر بتاعت امريكا مش عارفه توصل لاستراليا مثلا. تخيل كده. فانت دورك مهم جدا انك تربط الناس دي مع بعض، ولازم ربط الناس دي مع بعض يبقى سريع، ولازم يبقى الكونكشن ستيبل ومنظم وما فيهوش اي مشاكل، عشان لو حصل انت عندك اي مشكله كل الناس دي مش هتعرف تشوف بعض، وبالتالي الموقع اللي فيه ده مش هيشتغل. فانت دورك اساسي في حته ربط الداتا سنترز مع بعض، والمجال ده قوي جدا لان البيزنس ده بقى بيزيد. يعني زمان ما كانش فيه علي بابا، ما كانش فيه امازون، ما كانش فيه المواقع اللي هي الاي كوميرس. الحاجات دي دلوقتي بتزيد جدا، وكل حد بيفتح اي بيزنس بيعمل موقع اونلاين، فلازم يكون كونكشن على الانترنت كويس وداتا بيس كويسه. اي موقع على الانترنت. تخيل كده حياتك من غير انترنت. لما الفيسبوك وقع يومين كان في مشاكل كتير جدا في البيزنس والناس كلها خسرت. فحته الربط ما بين الداتا بيز والداتا سنترز والحاجات دي مهمه جدا. فانت دورك اساسي في الربط بينهم وبين بعض. ده بتتعلمه في الداتا سنتر. ماشي. عموما حته الربط دي انت بتتعلمها في كل الكورسز، يعني في كل المجالات، بس هنا بيبقى يعني تخصصي اكتر في حته الداتا سنتر. طيب، ممكن ناخد اسئله كده قبل ما نخش في الجزئيه الجديده. هل بطبق اللي درسته على سويتشات حقيقيه في الكورس؟ اه، بنطبق على سويتشات حقيقيه وراوترات حقيقيه في الكورس. حد عنده اي سؤال تاني قبل ما آه نكمل؟ اوكي. دلوقتي لو انا عندي مثلا، في عندي بنك مثلا اكس واي زي، والبنك ده موجود في القاهره. فاحنا لو طلبنا من المهندس بتاع النتورك اللي هو يعمل لنا شبكه، فهو جاب الاجهزه الكمبيوتر كده اللي موجوده في البنك، ووصلهم مع بعض كده بالشكل ده كده. بالتالي المهندس دوت عمل شبكه جوه البنك انسايد. فالمهندس ده شغال مع البنك او في البنك، بنسميها انتربرايز. طيب مثال، لو انا عندي البنك ده فتح فرع تاني، فتح مثلا فرع في اسكندريه. في مهندس برضو جاب اجهزه الكمبيوتر، كل الاجهزه الموجوده في الفرع، ووصلهم مع بعض كده بالمنظر ده. ده برضو بنسميه انتربرايز. طيب بعد كده، انا دلوقتي عايز لو في كلاينت موجود عندي جه في الفرع كايرو، وعايز يسأل على حسابه وهو فاتح حساب في اسكندرية، فبالتالي انا عايز اربط الفرعين مع بعض. فبربطهم ازاي؟ ببتدي ألجأ لشركة. الشركة دي بنسميها سيرفيس بروفايدر. انا كشركه او انا كبنك ما اقدرش ان انا اوصل اسكندريه بالقاهره، ما عنديش الامكانيات ان انا اوصل. تخيل بقى كل بنك في مصر عنده فروع هيبتدي يوصل لوحده. فبالتالي انا برجع لسيرفيس بروفايدر. سيرفيس بروفايدر ده زي مين؟ زي شركه وي. شركه وي عندها الامكانيات اللي انا اقدر اوصل الفروع مع بعض. ليه بقى؟ عندها حاجه اسمها كباين، كباين زي كباين التليفون. وعندها حاجه اسمها سنترالات مركزيه تقدر توصل من خلالها الشبكه بتاعتك. فدلوقتي الفرع ده مثلا موجود في القاهره، هتلاقي قدام كل كام بيت كده عندنا في حاجه اسمها كابينه زي كابينه التليفونات بنسميها كابينت. ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي ياخد وصله من السويتش ده يوصلها اقرب كابينه. الكابينه دي متوصله اوتوماتيك على سنترال. لو يكن مثلا انت موجود في سنترال، الشركه موجوده في شبرا، في سنترال شبرا مثلا. ماشي. بعد كده موصل على سنترال مركزي زي سنترال مثلا رمسيس. سنترال رمسيس متوصل على سنترال اسكندريه. واسكندريه هتلاقي فيه عندك اقرب كابينه موجوده من الفرع، متوصل على الفرع بتاعك. هتيجي الناحيه التانيه،
وتروح واخد وصله بس من السويتش دوت على اقرب كابين. يبقى انا كده كل الجزئيه اللي انا عملتها دي، كل ده انا ما اقدرش اعمله، هو اوريدي موجود عند شركه زي شركه وي. مش وي بس طبعا، عندك شركه زي فودافون، وعندك شركه زي اتصالات، وعندك اورنج، وعندك وي. كل الناس دي اورنج، وعندك نور برضو. كل الشركات دي بتقدر تقدم لي الخدمه دي. فدلوقتي احنا عندنا تراكين، يا اما انتربرايز يا اما سيرفيس بروفايدر. حضرتك بتختار هتشتغل في ايه. هتشتغل انتربرايز فابتدي تاخد كورس سبيشاليست في تراك الانتربرايز، او سيرفيس بروفايدر. طيب ده كده ليفل الكور. لو انا خلصت الكور ابتدي اخش في الليفل اللي بعديه اللي هو البروفيشنال. ماشي، انت كده تبقى مهندس شبكات محترف. دلوقتي انا خدت انتربرايز، هكمل في تراك الانتربرايز. كملت في السكيورتي هكمل سكيورتي، كملت سيرفيس بروفايدر وهكذا في كل الايه التراكس. طب ينفع يا باشمهندس اخد انتربرايز واخد سيرفيس بروفايدر؟ تمام، مفيش مشكله. بس الفكره لو انت امتحنت انتربرايز لازم يكون معاه، لازم تكمل انتربرايز. يعني ما ينفعش ان انا اجي واروح عامل كده، ما ينفعش. لازم اكون انا مكمل وماشي الطريق من اوله في تراك معين، وبعد كده اكمل فيه. عايز اكمل او افتح في طريق تاني بعد كده مفيش مشكله. لكن ما ينفعش اكون انا ممتحن امتحان في السبيشاليست بتاع الانتربرايز واخش سيرفيس بروفايدر او سكيورتي. ما ينفعش. لازم انا اكون معايا الشهاده بتاعت السبيشاليست في السكيورتي، واكمل بروفيشنال برضه في السكيورتي. كده يبقى احنا خلصنا الخمسه اللي موجودين معانا. في عندنا تراك جديد اسمه الديف نت. الديف نت ده بيعمل ايه؟ ده خاص بالاوتوميشن. يعني ايه خاص بالاوتوميشن؟ ده المفروض حضرتك مهندس بعد ما خدت كورس السي سي ان اي بتبتدي تعمل التول اللي هتسهل على المهندس ازاي يقدر يساعدنا في حته اللي هو لو في مشكله يساعدنا. يعني اقدر ان انا اعمل كونفيجريشن بشكل سهل، ازاي الاقي فيه مشاكل. زي ده خاص بجزء الاوتوميشن. بس انا دلوقتي المهندس اللي هو هيبتدي يعمل لي التول اللي هي هتسهل عليا انا كمهندس نتورك، اللي انا اعمل كونفيجريشن او اعمل اعدادات، او لو في اي مشاكل يطلعها لي بشكل سهل. فده برضو تراك ممتاز جدا موجود معانا برضو في الجزء بتاع الشبكات. فدي كده الشهادات الخاصة بسيسكو. في حد عنده أي سؤال؟ تمام. طيب احنا ممكن ندي كده مثال على نقطة من النقط اللي احنا بنشرحها في الكورس. لو أنا عايز أعمل أي شبكة، فإيه مكونات أي شبكة؟ مكونات أي شبكة ثلاث حاجات: رقم واحد end devices، رقم اتنين network devices، رقم ثلاثة connectivity. ماشي. end devices اللي هي الاجهزه اللي هتكلم بعض. يعني مثلا انا عندي بي سي مثلا عايز يبعت ايميل لبي سي تاني، فكده البي سي ده بيكلم البي سي ده. فانا دلوقتي مين الاند ديفايسز؟ اللي هو البي سي الاولاني والبي سي التاني. طب الاند ديفايسز زي ايه بقى؟ زي البي سيز واللابتوب، البرينترز والسكانرز، التليفونات، الكاميرات، الموبايل بتاعك، والسيرفر كمان. انا عايز اوريكم شكل السيرفر برضو عشان تبقى متخيل. هو السيرفر ده في الشركات الصغيرة بيبقى عبارة عن كمبيوتر، لكن في الحقيقة هو بيبقى ليه شكل معين كده. ديل سيرفرز اشهر طبعا شركة سيرفرات هي شركة ديل. فانت ممكن تلاقي الشكل ده تحس ان هو عامل زي الكيسة كده. ماشي، هي كيسه فعلا. ماشي، بس هم بيسموه ايه؟ مسمى اكتر شويه اسمه التاور. ماشي. بس طبعا بيبقى امكانياته عاليه، يعني بتلاقي مثلا البروسيسنج بتاعه عالي، الميموريز بتاعته عاليه، الهارد بتاعه كبير. وفي شكل تاني بيبقى بالمنظر ده كده.
فالسيرفر ده الهدف منه تخزين البيانات او اللي انا اعمل يوزرز. فهو حاجه من الحاجات اللي انت بتستخدمها. فانا مثلا عايز اخش على اليوتيوب، فاليوتيوب عنده سيرفر، السيرفر ده عليه ايه بقى؟ عليه بقى الفيديوهات اللي الناس بتنزلها، او الكومنتات، او الاكونتات. كل الكلام ده بيبقى موجود على السيرفر. فالسيرفر يعتبر اند ديفايس، بروح له عشان يظهر لي ايه الحاجه اللي بتظهر عليه. عارف، مثال بسيط كده، عامل زي الهارد اللي عندك في اللابتوب، او زي موجود في الكمبيوتر بتاعك. فده كده الاند ديفايسز المشهوره. فلازم يكون عندي في جهاز بيكلم جهاز. تاني حاجه عندي نتورك ديفايسز. نتورك ديفايسز دي دلوقتي انا عايز اخلي اليوزر ده يبعت داتا لليوزر اللي موجود الناحيه التانيه هنا. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا عايز حاجه تحرك الداتا من البي سي ده وتمشي في النتورك بالشكل ده كده. مين اللي هيعمل الكلام دوت؟ هي النتورك ديفايسز. نتورك ديفايسز هي الفكره بتاعتها اللي هي بتاخد الداتا من نقطه توديها للنقطه التانيه على طول. طيب، فانا دلوقتي لو انا عايز اروح من النقطه دي هبتدي اروح للسويتش. السويتش هيسالني، هقول له انت عايز اروح للجهاز ده، فيقول لي الجهاز ده لازم تروح للراوتر ده. فكده السويتش ده حرك الداتا من البي سي ده للراوتر ده. طب انا دلوقتي انا واقف عند الراوتر ده، هيقول لي انت عايز تروح فين؟ هقول له انا عايز اروح للبي سي ده. فيبتدي يحركني من الراوتر ده للراوتر ده. وبعد كده انا واقف عند الراوتر ده، هيبتدي يحركني من الراوتر ده للسويتش ده. بعد كده واقف على السويتش ده، يبتدي يحركني من الراوتر ده للبي سي ده. لكن انا بتحرك من نقطه لنقطه لنقطه لنقطه. في حته النتوركينج او نتورك ديفايسز هو بس بيوجه لي الداتا، بيوديها للمكان اللي انا عاوز اروح له. زي ما انت مثلا عايز تروح اي مكان، فبتركب مواصلات نقطه في نقطه في نقطه، او مواصله في مواصله في مواصله، لحد ما اوصل للنقطه بتاعتي. لكن انا عندي الاند ديفايسز هو نقطه البدايه ونقطه النهايه، اللي هيحرك لي بقى الداتا من نقطه لنقطه 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 لحد ما اوصل للديستنيشن بتاعتي. هو ده هيبقى النتورك ديفايس، او ده دور النتورك ديفايس. ايه اشهر النتورك ديفايسز اللي موجوده عندي؟ في عندي طبعا الراوترز، السويتشز، الهب. حد يعرف يعني ايه اكسس بوينت؟ وايرلس اكسس بوينت؟ حد عدت عليه قبل كده موضوع وايرلس اكسس بوينت؟ هوريكم شكلها دلوقتي. دي الاكسس بوينت اهي. الاكسس بوينت دي المفروض اللي هي بتوزع لي واي فاي. يعني أنا دلوقتي لو انا عندي في سويتش، والسويتش ده متوصل عليه اجهزه كلها بكابلات. طب انا دلوقتي جبت لابتوب، معايا لابتوب، واللابتوب ده انا عايز اوصله على السويتش. طب ايه اللي هيحصل؟ اروح جاي موصل اللابتوب دوت باكسس بوينت. الاكسس بوينت دي هتعمل لي واي فاي بمدى كده معين، زي الواي فاي اللي عندك في البيت. تبتدي تعمل ريكوست انك تدخل عليها، والريكوست ده هيبقى ليه بقى اسم شبكه، حاجه اسمها اس اي دي، ده اسم الشبكه. وهتكتب باسورد. مجرد ما تدخل اكنك دخلت من الاكسس بوينت، اكنك دخلت على السويتش، بس انت دخلت على السويتش هنا ايه؟ هنا وايرلس. فده كده الوايرلس اكسس بوينت، او الجهاز من الاجهزه اللي بتدعم ان انت تقدر تخش على الشبكه ولكن من غير كابلات، وايرلس كوميونيكيشن. طيب عندي ايه تاني؟ عندي الفاير وولز. ما اعرفش انتوا عارفين الفاير وول؟ في منها طبعا الجزء بتاع السوفت وير اللي هو بيبقى موجود على الاجهزه بتاعتنا كلها، زي الويندوز ديفندر والانتي فيروسز والحاجات دي. وفي عندي برضو جزء هاردوير. يعني انا فاير وول فورتي جيت، اه ده فاير وول اهي. جهاز اهو كانه شبه السويتش وزي الراوتر بالظبط. ماشي، فاحنا بنتعلم من السكيورتي ازاي بقى بدل ما يكون عندي 1000 جهاز و1000 جهاز عليهم فاير وول، لا انا ممكن اجيب جهاز فاير وول. هوريك كده، هرسم لكم كده رسمه بحيث الموضوع يبقى سهل شويه. يعني انا عندي مثلا هنا في جهاز، عندي اتنين، عندي تلاته، عندي اربعه، عندي خمسه. ماشي، وموصلهم كلهم مع بعض
على سويتش مثلا. السويتش ده عامل زي المشترك كده، زي مشترك الكهرباء. فانا ممكن اجي وانزل فاير وول على كل جهاز، تمام، والدنيا تبقى تمام. ممكن اجي هنا على المدخل بتاع الشبكه هنا واحط فاير وول. الفاير وول دي بقى اقدر اتحكم في الترافيك بتاع اليوزر ده، الداتا بتاعته. ينفع يخش على اليوتيوب مثلا؟ عايز يخش على اليوتيوب؟ لا. عايز تخش على الفيسبوك؟ لا. عايز تبعت ايميل؟ اوكي، ممكن ابعت ايميل بس لناس معينه، مثلا ممكن ابعت لشركه فودافون، ممكن ابعت لشركه ديل، ممكن ابعت لشركه اتش بي. لكن لما تيجي تبعت لموقع او لحد جيميل، لا، يقول لك مفيش جيميل، لازم تبعت لشركات بس. فالفاير وول هو جهاز تحكم فيه شويه، يعني اقدر اتحكم في الترافيك او اقدر اتحكم في الداتا بتاعت اليوزر، يروح فين ويجي منين، يعمل ايه وما يعملش ايه. فالفاير وول برضو من الاجهزه اللي تعتبر من نتورك ديفايسز، ولكن هو الغرض منها تحكم في السكيورتي او تحكم في الترافيك بتاعك اكتر من اللي هو يعديه او ما يعدوش او يعديه يعني. فالفاير وول برضو من الاجهزه اللي هي تعتبر نتورك ديفايس. طيب بعد كده احنا عندنا بي سي وعندنا سويتش، عايزين نوصلهم مع بعض، فبنوصلهم ممكن بكابلات، ممكن نوصلهم وايرلس. الكابلات في منها نوعين، في منهم اللي بيمشي كهرباء وفي منهم اللي بيمشي بلايت. اللايت زي فايبر اوبتكس، زي كابلات الفايبر. هوريكم شكلها برضو عامل ازاي عشان اللي ما يعرفهاش برضو يعرفها. كل الكلام ده احنا بنشوفه عملي عندنا وبنعمله يعني. دي كابلات الفايبر اهي. ممكن لو حد عنده فايبر في البيت يبقى شايفه اهو، ده كابل الفايبر، دي الكونكتورز بتاعته. بنبتدي نتعلم بقى ايه الانواع بتاعته وسرعاته. كل الكلام ده بيبقى اساسي معانا في الكورس، نعرف كل تفصيله تخص كابلات الفايبر او تخص الكابلات عموما بشكل عام، بانواعها وتفاصيلها وسرعاتها، وتقدر تمشي مسافه قد ايه. كل الكلام ده اساسي في الكورس، بناخده ونتعلمه بالتفصيل، تبقى شاطر فيه كمان جدا يعني. وفي عندنا كابلات الكهرباء زي كابل اسمه الاي تي بي، اعتقد معظمكم عارفه، كات 6 مثلا. ده زي كابل الانترنت كده اللي عندنا في البيت. خلينا نشوف له صوره تكون احسن شويه. التي بي، او ده كابل يو تي بي. ماشي، اللي هو الكابل اللي عندنا في البيت اللي هو فيه الار جي 45، اللي هي الكابلات العاديه دي. لكن الكابلات دي طبعا يعني لو انت عندك اي معلومه، الفايبر طبعا السرعات بتاعته اعلى، السبيد بتاعته اعلى، ويمشي مسافات اطول، ويقدر ان انت يوصل سرعات بقى بالجيجا. لكن كابلات الكهرباء دي اخرها 500 ميجا، اكتر من كده ما بتشتغلش معاك. طبعا 500 ميجا دي ابلكيشنز كتير قوي ضعيفه قوي، يعني ما ينفعش انها تشتغل معانا، فبالتالي بلجأ لكابلات الفايبر. طبعا عندنا اوبشن الوايرلس، لكن طبعا الوايرلس هي عباره عن موجات. يعني انت دلوقتي لو انت موجود في اوضه وانا موجود في الاوضه، والاوضه دي معموله مثلا باسمنت قوي او معموله بازاز مانع لانتقال الاشاره، هتلاقي الوايرلس مش اوبشن كويس، هيبقى ليه ضعيف شويه لان هو بيتاثر بعوامل خارجيه كتير، وبالتالي الاشاره بتاعته بتضعف. فانت بيبقى عندك الاوبشنز انك تختار توصل الاجهزه مع بعض ازاي. عندك الكابلات وعندك الوايرلس، بتشوف بقى ايه المناسب بالنسبه لك وتبتدي تستخدمه كاوبشن ليك يعني. ممكن ناخد اي اسئله كده. احنا كده يعتبر خلاص خلصنا. آه، ممكن تبعت لنا الفايل ده، تمام، ما فيش مشكله، هبعته. شوف بس نتواصل مع انجو فيجن ونشوف تتواصلوا مع بعض ازاي. استاذنكم كده بس تدوني دقيقه واحده بس، وهجيلكوا دقيقه واحده بس.
طيب احنا كده يعني خلصنا. لو في حد عنده اي اسئله ممكن يتفضل. اه بنطبق على سويتشات وراوترات حقيقيه بنطبق. لو حد عنده اي سؤال يقول لي بس، عشان لو كده نختم المحاضره. كورس هيبتدي امتى؟ دي ممكن نتواصل معاها نتواصل مع انجو فيجن، هيبعتوا لكم لينك بعد السيشن ما تخلص. ممكن اللي عايز يحجز الكورس او يعرف بقى تفاصيله سعره كام. الشهاده عموما هنا من انجو فيجن بتبقى معتمده من نقابه المهندسين. المركز كله معتمد من نقابه المهندسين، يعني في اعتماد من نقابه المهندسين عشان محتوى الكورس والجوده يعني بتاعت الكورس، فهو كله معتمد من نقابه المهندسين. لو انت مهندس ومعاك كارنيه ان انت بتدرس في هندسه او بتخرج من هندسه، بتاخد شهاده كمان اللي هي شهاده معتمده من النقابه نفسها، شهاده نقابه وشهاده انجو فيجن كمان. طبعا انت الكورس بيبقى ريكوردد معانا، بيبقى الكورس كله متسجل قبل كده، وبنمشي مع وبنمشي عليه. لو انت مثلا عندك سيشن غبت فيها او عندك سيشن فيها مشكله، والكورس بيبقى اونلاين واوفلاين. يعني انت ممكن تحضر اوفلاين، او اوفلاين يبقى موجود في الدقي مدينه نصر، في الدقي ناحيه شارع مصدق، ومدينه نصر بيبقى ناحيه اول عباس. وانت لو في اي وقت عندك اي مشكله ممكن تحضر اونلاين او ممكن تشوف السيشن ريكوردد. بالنسبه للايفالويشن في الكورس، احنا عندنا طبعا عملي كتير جدا، احنا عندنا فوق ال 30 تاسك بنشتغلهم. العملي انت بتسالني عن نسبه العمل، نسبه العمل نسبه 80% يعني. الباقي النظري احنا بناخده وبنطبق عليه عملي، يعني اي حاجه نظري هناخدها نطبق عليها عملي كمان. آه بتاع دوت شايف بتقول كان في ايه. آه بالنسبه للجزء ده او الكورس بيبقى مسجل يعني، وبناخد تاسكات كتير قوي بتشتغلها معانا وبنحلها مع بعض. لو انت عندك اي اسئله انت بتروح تحل في البيت، ولو عندك اي سؤال بترجع لي وبحله معاك. بس احنا عندنا ممكن هنا شباب في انجو فيجن هيبعت لكم اللينك، كل التفاصيل بقى، المواعيد او الاسعار او السيستم بتاعه بقى، طريقه الحجز وكل حاجه. لو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي، ولو ما فيش خلاص كده هنختم باذن الله ونبقى خلصنا. تمام. متشكر جدا على وقتكم، ان شاء الله نتقابل في اقرب. سلام عليكم.